انا سبب الفيديو ده معاناتي مع الباكجينج بجد. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ دي النهارده عن كل الحاجات اللي انا خلصتها مؤخرا، اقول لكم رايي في كل الحاجات اللي انا استخدمتها دي، هل ممكن ان انا اجيبها تاني ولا لا. مهتمين بالموضوع تابعوا معايا الفيديو للاخر. نبدا الفيديو كده بحاجه ريحتها جميله وفظيعه، هي وصال سبراي. وصال دي تبع شركة أجمل، وأنا كنت بحب الريحة بتاعتهم جدا جدا جدا. في الشتاء أكتر بحب الجولد أكتر من السيلفر، مع انهم بيقولوا ان السيلفر يعني حريمي اكتر او بناتي اكتر. ده سبراي، فهو كان يعني بيترش كده على الهدوم عادي زيه زي البرفيوم. طبعا ثباته كان اخف بكتير من البرفيوم، ولكن انا خلصته للاخر عجبني. لو لقيته في سكتي تاني هجيبه. هو شتوي اكتر ما يكون صيفي. وصال العطر نفسه وصال تحسوه شتوي كده اكتر ما يكون صيفي. فده اول حاجه عايزه اكلمكم عنها، مخلصاه من زمان الحقيقه، يمكن مخلصاه في الشتاء ولا حاجه، بس لو لقيته قدامي تاني هجيب. الحاجات اللي كنت متردده بصراحه ان انا اطلع اتكلم عنها ولا لا. مبدئيا انا مش عارفه اذا كانت هي مقاطعه ولا لا، بس هي بنسبه كبيره مش مقاطعه. هي نوكس، بس انا كنت متردده ان انا اتكلم عن الدراي اويل في حد ذاته. يعني انا كان عندي يعني ميكسد فيلينج كده ناحيه الدراي اويل. بص، هو ده غالي جدا ودلوقتي بقى غالي جدا جدا جدا. فانا لما جبته غالي انا كنت متخيله ان هو يعني هيحقق احلامي وهيغير حياتي، بني عليه هاي اكسبكتيشنز او توقعات عاليه جدا جدا. فلما لقيت ان هو يدوب بيرطب، هو بس يعني خطوه اخيره من الترطيب. او ممكن تحطيه كخطوه اوليه، مثلا تبقي طالعه من الدش وتستخدميه. هو ميزته ان هو بينشف بسرعه، ان هو اويل مش لوشن. فمثلا لو هتستخدميه في الشتاء، عارفين لما بتحطوا الكريم كده في الشتاء وتحسي ان انتوا بردتوا اكتر، الاويل ما بيديش الاحساس ده. كمان ده كان مالتيبل اويل، يعني ينفع تستخدميه على وشك، على جسمك، على شعرك. بيدي ريحه، ليه ريحه معينه كده. انا كان بالنسبه لي كانت ريحه عاديه، يعني ما كنتش ولا بحبها ولا بكرهها، بس هي ريحه غريبه بالنسبه لي انا. عشان في ناس بتعشق ريحته، انا بالنسبه لي ريحته كانت غريبه شويه وما زالت. فكنت حاسه ان هو منتج ملوش لازمه. يعني هو فعلا وجوده مش هيفرق اي حاجه عن عدمه في حياتك. ولكن انا جبت دراي اويلز تانية كتير، يعني ووريتها لكم تقريبا في فيديو مشتريات من فتره كده. يعني انا جبت دراي اويل بتاع ليلاك، وجبت دراي اويل تاني بس مش فاكره ايه هو بالظبط. يعني انا ما بطلتش اجيب دراي اويل، بس استخدامي ليهم يعني قليل قوي. بستخدمهم في الشتاء اكتر من الصيف، لاني انا بحب ان انا في الشتاء احس ان انا جسمي عارفين يعني مندي كده، وتحطي عليه دراي اويل فما بحسش ان انا بردانه وانا بستخدم اللوشن والكريمات بتسقع شويه. بصراحه يعني هل المنتج ده هل انا اجيبه تاني؟ يعني بنسبه 99% مش هجيبه تاني. لكن انا مش هبطل اجيب دراي اويلز تاني. فده رايي في نوكس. انا بس محتفظه بالازازه يعني كحاجه ذكرى كده. بصراحه الازازه لوكسجيريوس قوي. يعني انا يعني مره حد كان يحسبه برفيوم وهو مليان، كان حد يحسبه برفيوم لان هو بيرش كده، فكان هيستخدموه برفيوم، فلحقت الموضوع يعني على اخر لحظه. فده تاني منتج كنت عايزه اكلمكم عنه النهارده. اي منتج بتكلم عنه قولوا لي انتوا كمان جربتوه ولا لا، ويا ريت تكتبوا لي تجاربكم مع منتجات، وحابين ان انا اشتري ايه الفتره الجايه علشان اكلمكم عنها، عشان يبقى في بينا كده تواصل واتكلم عن حاجات تفيدكم في القناه. بصوا، هو الفيديو عشوائي شويه، يعني انا الحاجه اللي هتيجي في ايدي هتكلم عنها. من المنتجات اللي محبتهاش خالص هو المزيل المونيكير ده بتاع مينيسو. الشركه نفسها هي اللي عامله المزيل المونيكير ده. حقيقي هو شويه ميه ملونه في ازازه، ملوش اي لازمه، ولكن انا يعني ما استخدمتوش. حاولت معاه بكل الطرق، خلصت عليه كيلو قطن عشان الاقي منه ما بيعملش اي حاجه، ما بيشيلش المونيكير بربع جنيه حتى. كان سعره 60 او 70 جنيه. انا قلت لكم ان احسن نيل بولش ريموفر جربته وهفضل اجيبه على طول هو بتاع ايفا بصراحه. بس اللي عاجبني في ده اولا هو بيتفتح اوكي، يعني ممكن ادلق المنتج اللي جوه ده باي باي بقى بالسلامه، واحط مكانه بتاع ايفا. علشان ايه؟ علشان ده بيتضغط من هنا كده وتطلعي على قطنه وتستخدميه. ايه فايده الفكره دي؟ اولا بيحمي المنتج ان هو يقع يتدلق او كذا. كمان بيديكي الكميه اللي انت محتاجاها مثلا للايد الواحده، فما بتهدريش في المنتج قوي. دي فايده الباكجينج، يعني الباكجينج هو اللي يستاهل الفلوس، المنتج من جوه صفر. فلو شفتوه قدامكم في مينيسو ما تجيبوهوش خالص. من الشركات اللي تقريبا ما شفتش حد بيتكلم عنها خالص هي الشركه دي اللي هي اسمها XYZ.
انا جربت منهم الهاند ووش اللي هو ده شكله، وجربت منهم كمان الشامبو بتاع القشره. ان شاء الله هكلمكم عن شامبو القشره قريب، ولكن الهاند ووش بتاعهم كان جميل جدا، ريحته كانت حلوه وحجمه كبير. هي المشكله الوحيده اللي كانت معايا فيه للامانه البامب بتاعته، يعني بصوا البامب صغيره قوي، فلما باجي ادلق المنتج مش بيدلق لبعيد، المنتج بيدلق كده، فانا اضطريت ان انا اشيله خالص افضيه. كلنا بنعاني من مشاكل مع الباكجينج في حاجات مختلفه، فانا اضطريت ان انا افضيه في اي علبه تاني فيها هاند ووش عندي، اي علبه تاني بتاعت هاند ووش يعني، علشان اعرف استخدم المنتج من جوه كان عاجبني، حلو، بينضف الايد حلو، ريحته لطيفه، سعره كويس، حجمه كبير 400 مللي. فلكن بصوا البق ده، ايه البق ده؟ يعني مثلا مقارنه ما بين البق ده والبق ايا كان المنتج اللي انا ماسكاه دلوقتي، فاهمين الفكره؟ لازم دي كانت تطول شويه، يعني لو كانت طولت 2 سم كمان كان هيبقى تحفه. بس لكن هو المنتج نفسه كان عاجبني. كنت جايباه من الهايبر ماركت عاديه، يعني هتلاقوه في الهايبر ماركت الكبيره، معرفش موجود في الصيدليات ولا لا حقيقه، بس انا كنت جايباه من هايبر ماركت كبير. فلو لقيتوه قدامكم جربوه وقولوا لي رايكم. بما اني مسكت الباكجينج ده، دي ووش بتاع تيلوفيل، اعتقد ان انا كلمتكم عنه قبل كده ولكن انا خلصته خالص. متحمسه ان انا اجيب روايح تانية غير الفانيليا كلاود، لان هما نزلوا روايح تاني. كنت قلت لكم ان الريحه دي ما عجبتنيش كريحه، كذوق شخصي. المنتج من جوه كان حلو، كواليتي حلوه، بينظف الجسم، سموز على الجسم، باكجينج مش وحش، ولكن انا ما بحبش الباكجينج ده وانا باخد شاور. بحب الباكجينج اللي يضلق اكتر. برضه النهارده ممكن اسمي الفيديو ده معاناتي مع الباكجينج في الحاجات اللي انا خلصتها، لان كل حاجه فيها لقطه كده. يعني الباكجينج ده انت ممكن تعملي حاجه بامب وانا حطاها على الحوض، لان انا استعماله اسهل على الحوض، هو اصلا كده كده مسنود، انا هدوس كده هينزل منتج، صح ولا لا؟ لكن وانا في الشاور واحنا تحت الميه اكيد عايزين حاجه اسهل من كده شويه، فالباكجينج اللي بيطلق كده بيبقى اسهل. باكجينج تاني انا مش بحبه وكلمتكم عنه قبل كده في المنتجات اللي بستخدمها في الشاور، لو انتوا شاطرين بقى هتقولوا، وانتوا كمان اكيد بتعانوا من نوعيه الباكجينج الثالثه دي اللي انا بتكلم عنها. لكن رايي في تيلوفيل المنتج نفسه حلو، الريحه هي اللي ما عجبتنيش. متحمسه بصراحه ان انا اجرب حاجات تانية، لان هي شركه واعده جدا بصراحه. جربت منها كذا حاجه حلوه، جربت منها مثلا يعني المايسل ووتر بتاعتهم تحفه. جربت الكريم كمان، الكريم المويسترايزنج كريم كلمتكم عنه كذا مره، الكريم حلو قوي. كمان هجيب السيرم قريب ان شاء الله. وبيعملوا عروض حلوه في اوقات مختلفه، اوقات متباعده بس بيعملوا عروض حلوه. لما نكون بنتكلم عن منتج بشكل يعني، او تحسوا ان احنا بنتكلم عن منتج ونقول لا المنتج ما عجبنيش، مش بنغلط في المنتج ولا بنغلط في صاحب الشركه، احنا بننقد نقد بناء. وفي فعلا شركات بتسمع للمستهلكين وبتنفذ وبتغير من منتجاتها، وهي دي الشركات بجد المحترمه واللي عايزه تتطور وتفضل موجوده في السوق. فاحنا لما بننتقد منتج ممكن نقدنا ده يكون كذوق بيرجع للذوق الشخصي، وممكن نقدنا ده يكون في حاجه ضرتنا او يعني عملت لنا مشاكل، او في ان عيب صناعه او عيب باتشات، فالشركه تاخد بالها من الكواليتي كنترول والحاجات اللي زي كده. كمان قولوا لي لو جربتوا مايسلر ووتر تيلوفيل ولا لا، وعجبتكم ولا لا، وايه اكتر مايسلر ووتر جربتوها وعجبتكم. من المنتجات اللي ما ببطلش اشتريها الصراحه من الصيدليات هي الكريمات اللي هي زي كده، ريفيتو بقى، موندو، فانو، اي حاجه من الكريمات دي اللي هي اصلا كريمات طبيه. انا بجيبهم بصراحه لان انا بحب اخليهم في الشنطه، في شنطه ايدي، لاني دايما محتاجه ان انا يعني بص بحس بالامان كده وانا معايا كريم في شنطه ايدي، كريم وزبده كاكاو، اكتر حاجتين بحس ان هما بينشفوا، يعني بيبقوا محتاجين ترطيب زياده، خصوصا لو انا خارجه باكل معرفش ايه، احس ان ايدي ناشفه، ما رطبتش ايدي قبل ما اخرج، وشفايفي كمان بحس ان انا محتاجه ارطبها او حاجه، فزبده الكاكاو والكريمات من الحاجات الاساسيه قوي في شنطتي بصراحه. فدول كانوا كويسين. ممكن اقول لكم ان هو بصراحه قوامهم تقيل شويه، يعني ممكن في الصيف قوي لا احب ان انا اجيب حاجه اخف من كده، لكن في الشتاء كنت بعشقهم. ما كنتش يعني بستخدمهم على وشي لان هم تقال بصراحه على الوش، في دكاتره كانت بتكتبهم، بس خلاص يعني اعتقد ان الكلام ده شويه قديم، يعني ان احنا نستخدم الحاجات دي توبيكال على وشنا. فانا بحس ان هما لا، يعني بالذات لو بشره دهنيه لا ما تستخدمهمش على وشك، استخدميهم على ايدك، وممكن كمان تستخدميهم على شفايفك في الشتاء لو عندك تشققات جامده جدا او جفاف جامد جدا، استخدمي منهم نقطه صغيره. وده الكلام ده كانت قايله لي دكتوره جلديه. مش بصراحه اسعارهم ايه دلوقتي، ممكن يكون عدوا ال100 اكيد يعني، بس انا بحبهم جدا ومش هبطل اشتريهم.
الديودرنت اللي خلصتها والحقيقه بحس ان الديودرنت بتاخد وقت طويل جدا عقبال ما تخلص. انتوا كمان قولوا لي الديودرنت بتاعتكم بتاخد قد ايه عشان تخلص. هو بيز لاين، انا بصراحه جربت كل الالوان من بيز لاين تقريبا يعني، وكلهم كنت بحبهم جدا. كان يمكن في الشتاء بحس ان هم فعاليتهم اكتر، لان احنا في الشتاء مش بنعرق قوي زي الصيف. بحس ان هم فعاليتهم في الصيف بصراحه ما تتعداش خالص ال5 ساعات. ده من وجهه نظري، مش هبطل اجيبه، بس انا بصراحه معايا 5-6 ديودرنت جداد جايباهم وشارياهم عشان كنت عايزه اجربهم واقول لكم رايي في ديودرنت كتيره مصريه موجوده في السوق وكنت عايزه اجربها. فلو مكانوش معايا ال6 دول كنت هرجع اشتريه تاني. هو عجبني بنسبه كبيره يعني، احسن من حاجات كتير قوي جربتها ما عجبتنيش. ده من الحاجات اللي انا يعني عجبتني وممكن ارجع اشتريها تاني عادي جدا. من الحاجات بصراحه اللي انا يعني مش عارفه اقول رايي فيها، يعني مش عارفه اكون رايي فيها قوي، وعندي مشاكل معينه مع الباكجينج برضو، هو ديرماتيك الرولون ده. اعتقد ان الباكجينج ده اتغير وبقى فيه باكجينج يعني غير كده. لسه ما جربتوش، هجربه واقول لكم. مشكلتي مع المنتج ده كان الرولون بتاعته بتتحرك بالعافيه. يعني هو دلوقتي يعتبر فيه، اعتقد فيه شويه دول مش عارفه استخدمهم، خلاص تعبت من كتر ما انا مش عارفه اطلعهم من العلبه. دي بتتحرك بالعافيه يعني. بصوا انا بزق فيها بايدي، فهل انا هزق كده في منطقه سنسيتيف في الاندر ارم، في منطقه سنسيتيف هقعد ازق قوي كده؟ بجد بيطلع المنتج بالعافيه. الكوره يعني الرولون او الكوره دي البليه دي بتلف بالعافيه. باكجينج جديد نزل بس انا ما جربتوش. بالنسبه للحمايه بقى، حمايته في الشتاء كانت بالنسبه لي احسن من الصيف. يعني حمايته في الصيف بالنسبه لي يعتبر كانت من 3 ل 4 ساعات. يعني ممكن تخلصي بيه الخروجه بتاعتك وترجعي على طول تجدديه او تاخدي دش بقى وتمسحيه من المكان. فمش عارف، ده رايي فيه. انتوا كمان انا محتاجه اسمع رايكم فيه جدا. كمان لو حد جرب الباكجينج جديد يقول لي ايه اخبار الباكجينج وايه اخبار المنتج من جوه، عجبه ولا لا. فده بالنسبه لرولون ديرماتيك. الحاجات اللي خلصتها اللي بحبها قوي بتقعد معاكي يعني، منتجات عملاقه بجد. ده قعد معايا السنه واكتر، انا ما كنتش ما بعدش يا جيمي. انشانتر لوشن. الريحه دي يا جماعه تحفه، ريحه ورد ماشي، بس مش الورد اللي تحسي انت نفسك واقفه في جنينه، لا ورد حلوه، ريحته فواحه جدا 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 وخفيف قوي. فكنت بحبه قوي في الترطيب في الصيف يا جماعه. بحس ان انا يعني موضوع الترطيب الجسم ده بحس ان هو يعني بيعمل لي عبء كده، خصوصا في الصيف الشديد قوي، لان انا شخص بيتحر جدا جدا وبفرهد وجسمي يعني وشي بيحمر لما بيبقى في حر شديد وكده. فموضوع اللوشنات ده او ان انا ارطب جسمي بيحررني زياده. لكن ده من الحاجات بجد اللي ترطيبها خفيف قوي وريحتها فواحه. ده من المنتجات اللي انا جبتها تاني اوريدي. جبت منه الحجم الصغنون كده، كنت جايباه منين؟ الحجم الكبير ده كنت جايباه من صيدليه كبيره. الحجم الصغير ده كنت لاقياه في هايبر ماركت كبير كده. فاعتقد ان هو موجود عادي. من المنتجات اللي انا لو يعني عندي بس 2-3 لوشن كده عايزه اخلصهم، لما اخلصهم طبعا اكيد هجيبه تاني. عايزه اقول لكم ان انا عندي منتجات كتيره جدا جدا، عندي علب كتيره جدا فاضيه. عندي ازمه كده او ازمه تعلق بالمنتجات اللي انا خلصتها، مش قادره ارميهم. رميت حاجات كتيره قوي اللي هي مثلا حاجات ان انا خلاص قطعتها، بقى عندي معاها كده احساس ان انا غضبانه او متضايقه من وجودها في حياتي او في بيتي. فرميت حاجات كتيره، بس صراحه في حاجات مش قادره ارميها. حاسه ان انا عندي ازمه تعلق. اوريكم يعني حاجات من الموجوده لدرجه ان هي عامله لي زحمه في المكان، عامله لي زحمه في الاوضه، مش عارفه اوديهم فين، كل شويه انقلهم من مكان لمكان. بس بصراحه يعني الموضوع ده انا لقطته في نفسي كده، مش عارفه اعمل فيه ايه. هحاول اتخلص منهم. بالمناسبه لما تيجوا تتخلصوا من منتج خلصتوه، حاولوا تبوظوا فيه اي حاجه، يعني مثلا تقطعوا العلبه، تكسروا البتاع، يعني علشان محدش يستخدمه ورانا ويلموا من القمامه ويلموا ويحط فيه حاجات فيك ويبيعوا للناس على اساس ان هو المنتج الاصلي. زي ما بيقولوا التغيير يبدا منك او يبدا من عندك. فاللي يخلص منتج يحاول يبوظه باي حاجه وياخد النيه دي ان هو يعني بيقلل من فرص نصب النصابين على الناس. الحاجات اللي خلصتها وكانت عجباني الحقيقه هو المنتج ده بتاع ايفا، وهو اسمه هيالورونيك اسيد داي جل.
الباكجينج بتاعه كانت كوت قوي بصراحه، وانا خلصت منه الجل. وكمان انا بحب ايفا، بحس ان هي منتجاتها حلوه. جبت منه كمان الايفا كولاجين ده شكله، وهو يعتبر يعني خلصت نصه. الازازه على التسريحه كسلانه اقوم اجيبها الحقيقه. الدي جيل ده طبعا بالهيالورونيك اسيد، لكن ده بالجولد كولاجين. هكلمكم عنه في فيديو قريب اذا ما كنتش اتكلمت عنه. لكن خلينا في ده انا حبيته في الصيف وكان حلو قوي معايا، وكان حلو مع ندى بنتي برضو، عجبها جدا لان هو ترطيبه خفيف كده وبيمتص في ثانيه. اعتقد لو انتي بشرتك يعني شويه مختلطه بتبقى محتاجه ان انتي تحطي عليه كريم، خصوصا لو بالليل، لكن لو بالنهار ممكن تحطيه لوحده عادي لان هو جل. من الحاجات اللي عجبتني، والازازه شكلها حلو قوي وصيفي كده ومنعش، وممكن اجيبه تاني عادي جدا. من الحاجات اللي ما عجبتنيش بقى، اعتقد ان انا كلمتكم عنه قبل كده، هو ستارفل مايسلر ووتر اللي غطاها ازرق. قلت لكم ان هي بتشيل الميك اب ولكن بتحسس العين جدا، وكذا حد اشتكى من كده، فخلاص بقى ستارفل اخدت بالها من الموضوع ده وعملت واحده تاني من غير التي تري اويل، وعملت واحده تاني غطاها فضي مش بتحرق العين خالص، وانا وريتها لكم وانا مستخدمه 70% منها اللي هي غطاها فضي. خلاص اصلا قربت اخلصها، واحلى بكتير جدا 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 من دي. اعتقد ان دي هتبقى ديسكونتينيود او يعني هيبطلوا ينزلوها، وحتى لو نزلوها هيبقى يعني هياخدوا بالهم من موضوع التحسس ده، لان ناس كتيره جدا اشتكت من الموضوع ان هي بتحسس العين جدا لان هي فيها تي تري اويل. وانا اول ما نزلت وشفت ان هي فيها تي تري اويل استغربت جدا ازاي مايسلر ووتر يبقى فيها تي تري اويل. انت ممكن تحط التي تري اويل في كريم، فانا استخدمه كده يعني لوكال في حته معينه. ممكن تحط التي تري اويل في تونر مثلا، فانا بقى باخد بالي، انا عارفه انا بستخدم حاجه فيها زيت شجره شاي، فانا متوقعه ان هي ممكن تحرقني تلت ثانيه، لكن ما احطش تي تري اويل بنسبه عاليه كده في مايسلر ووتر اللي هي الناس بتقعد اصلا. اهم حاجه عندنا كبنات ان احنا نشيل ميك اب العين، ده اكتر ميك اب بيبقى محتاج وقت وجهد عشان يتشال. ف يعني دي طبعا ما عجبتنيش وما عجبتش اغلب الناس، لكن النوع التاني اللي غطاه سيلفر كان احلى بكتير. برضو اللي ما عجبتنيش اعتقد ما حدش بيتكلم عنها، ما حدش يعرفها يمكن، هو الكريم ده بتاع سيمازون. ده اسمه بلاتينيوم لايتنينج كريم. الكريم ده المفروض ان هو بيوعدك بالتفتيح. ده من مكوناته الاساسيه الفا اربيوتين، فهو بيحارب بقى التصبغات وبيفتح البشره وكده، وفيه نياسياميد وفيه هيالورونيك اسيد وفيه ترانكزيميك اسيد وكوجيك اسيد، مجموعه احماض خطيره في التفتيح وتوحيد اللون البشره ومحاربه التصبغات وكده. مشكلتي معاه ان هو اكسد بسرعه جدا جدا. بصوا هتلاحظوا حتى ان الغطا البني من فوق، بصوا اكسد بسرعه جدا جدا، مع اني الدكتوره اللي كانت كبهولي كانت قايله لي حطيه في التلاجة مع اول فتح ليه يعني، وكنت بحطه في التلاجة فعلا. يعني هو المنتج يعتبر فاضل فيه شويه صغيرين خالص، بس خلاص اكسد. و اكسد من ايه يا ربي، اكسد من رابع استخدام يمكن او حاجه. فما كنتش يعني ما لحقتش اشوف اصلا نتائجه، لان هو اكسد وريحته بقت غريبه وما يعني وبيلزق لا يعني حسيت ان هو باظ او في ايرور في الموضوع. فلو حد جرب المنتج ده في التفتيح وجاب معاه نتيجه ويقول لي او يكتب في الكومنتات، لان انا اصلا يعني مش عايزه اظلمه واقول عليه وحش، لان انا ما لحقتش اصلا اشوف نتائج او اقدر اقول في نتائج ولا لا، لان هو اكسد فما كنتش بستخدمه، كنت بخاف احطه على وشي اصلا. بالنسبه للمنتج ده اخر حاجه بقى عايزه اكلمكم عنها في الفيديو ده، هو السيرم ده بتاع ماكاديميا. هو اسمه ماكاديميا هيلينج اويل تريتمنت. هو بيستخدم كسيرم، وكمان في صالونات كتيره بتستخدمه، هو حمام الكريم بتاعه كتريتمنت. يمكن يكون برايسي شويه او غالي، بس هو بصراحه من احلى السيرامات اللي انا استخدمتها في حياتي هو وحمام الكريم. بس حمام الكريم مش هيعجب كل الناس، ده في يعني المين انجريدينت فيه الماكاديميا، والماكاديميا معروفه ان هي بترطب الشعر جامد قوي. يعني انا جربت منه الكريم وجربت منه حمام الكريم وجربت منه السيرم. اكتر منتج عجبني منه هو السيرم. انا جربت سيرامات كتيره قوي بصراحه، ما كانش فيه سيرم بهذه الجوده. من الانجريدينت اللي فيه غنيه كده، وكان بيرطب الشعر وبينعم الشعر حلو قوي. فده يعني ده بصراحه المنتج ده انا حبيته جدا، حسيت ان هو يستاهل فلوسه. كمان الباكجينج بتاعه بصوا تحسوه عامل زي الافوكادو كده، فبصراحه يعني من المنتجات اللي انا برضو مش عايزه ارمي الباكجينج بتاعه. عندي برضو موضوع ازمه تعلق كده مع شويه حاجات كده، يعني معظم الحاجات دي عادي ممكن ارميها، بس ده لا، ده عايزه احتفظ بيه. وده كمان شكله كيوت، يعني في حاجات كده تحس ان هي شكلها كيوت
وبحتفظ عايزه اعمل لهم متحف يا جماعه. ممكن اعمل متحف مثلا، متحف كوزموتكس، متحف كوزموتكس، ويجي يتفرجوا عليه البنات كده، اللي هو ايه، ده بصوا فاكرين المنتج ده، عارفين المنتج ده كده يعني، اللي هو والله يعني هيجيب كده يا حلوين. ده كان فيديو النهارده. لو شفتوا الفيديو لحد دي ايه رايكم تحطوا لي ايه ايموجي كده، بما اني اخر حاجه اتكلمت عنها السيرم ده، حطوا لي بقى قلب اخضر وافوكادو كده. اوكي، شكرا ان سمعتوا الفيديو لحد دي. كان معكم آية سليمان، شكرا ليكم، سلام عليكم.